لما يتكرر الخطأ ويتكرر الفشل، ده معناه انه في مشكله. في مشكله معناه احنا الاساس التقعيد النظري اللي بنبني عليه النظام السياسي ده معناه فيه خطأ كبير جدا جدا. معناها زي ما بيقولوا الانجليز باك تو ذا دروينج بورد، نرجع تاني لمرحله التصميم، اعاده تصميم او تشكيل هذا النظام مره اخرى. معناها المنطلقات، الاسس النظريه التي يقوم عليها خاطئه، معناها الاليات التنفيذيه خاطئه، معناها البوليسيز، السياسات التي يستند اليها خاطئه. لكن للاسف الشديد حتى في مراحل الحكم الديمقراطي النسبي التي شهدها السودان كانت لم يكن يكترث أحد إلى ذلك. لماذا؟ لأن والسبب واضح جدا، لأن الأحزاب التي هي كانت تعتبر نفسها مهيمنة على مقاليد الحكم ليست لديها أدنى رغبة في تطوير النظام. لماذا؟ لأن تطوير النظام إلى نظام ربما يعبر بشكل أكبر عن الشعب ربما يأتي بقوى جديدة، ربما يطيح بها من مجالس، من السلطة، وبذلك تفقد الحظوة السياسية، تفقد الهيمنة على أذون الاستيراد. تجار الحزبين الكبيرين كان بينهما حرب ضروس كما هو معلوم، خاصة في الديمقراطية الثالثة، ما بين بخصوص أذونات الاستيراد والتجارة الداخلية وما إلى ذلك. ليست لديهم مصلحة، وعندما تنتفي المصلحة شيء طبيعي لا يحرص أحد على التغيير. بخلاف ذلك كان يوجد ربما كسل هو ذهني، ربما لا أكون قاسية في القول، إن يجنح إليه الكثير، ربما فئة من المثقفين السودانيين وربما إيثارا للسلامة. لماذا أستعدي قوة سياسية أو أستعدي حزب حاكم؟ ما مصلحتي أنا شخصيا في هذا الأمر؟ لكن وفي المقابل يجنح ربما فئة أخرى من المثقفين إلى السعي إلى الجري وراء الشخص المهيمن على مقاليد السلطة لمصالح شخصية مادية وما إلى ذلك. إذا عندما نتكلم عن الثورة، عندما نتكلم عن هي طبعا ما حدث في من بالتعريف الدقيق، كما لا يخفى عليك يا دكتور، بالتعريف الدقيق في العلوم السياسية، ما حدث في ديسمبر 2019 كان انتفاضة شعبية لم ترتقي بعد إلى مرحلة الثورة، لأنها ببساطة لم تحدث تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية جذرية تغير من شكل المجتمع. لذا هي انتفاضة شعبية. لكن إذا باعتبار بأننا ما زلنا في مرحلة الثورة، وباعتبار مرحلة البحث أو محاولة صنع ثورة في السودان، عليه أن كيف نصنع ثورة؟ نصنع إحدى المقومات لصناعة الثورة أن نقترح نظاما سياسيا يليق بنا. لا يمكن أن نجتر نفس النظام السياسي الذي ما زال قائما منذ 60 سنة. تطور العالم، تطورت العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، تطور فهم الجمهور، تطور مستوى الوعي. نرى الآن وأقولها بكل ولدي من الشجاعة الأدبية، أنا أقول إن الأجيال الناشئة الآن، الشباب، وإحنا طبعا عندنا في السودان حوالي 70% من تعداد السكان حسب آخر إحصائيات في مرحلة الشباب. طيب، أقول بكل شجاعة أدبية إن هذا الجيل لديه من الوعي ولديه من الاطلاع ما يفوق الجيل الذي أنتمي إليه، وهو جيل متقدم عليهم بالعمر بعدة عقود. إذا هذا الثورة التي نبحث عنها تتطلب أن تحقق تطلعات هذا الشاب من الناحية العمرية، أن تواكب الحضارة، أن تتخذ من العلوم ومن أصحاب العلوم أسسا، من أصحاب المعارف، أكاديميين، خبراء، مفكرين، مثقفين، إعلاميين وما إلى ذلك. هم هم قادة المجتمع. قادة المجتمع ليس بمعنى أنهم يكونوا في مراكز السلطة، ليس بالضرورة. في بعض الأحيان أو في بعض التخصص، في بعض المجالات يجب واستخدم هنا صيغة الوجوب، أعنيها تماما، لأنه بخلاف وجودهم في تلك المناطق أو المقاعد لن تستقيم الأمور. ولكن بشكل عام
بشكل عام. هذه الفئة من المستمعين لديها مهمة كبرى، وهي أنه هي صياغة المجتمع. لماذا؟ ليس من باب الفوقية، ليس من باب أنهم مطلعين أو مدركين لخفايا الأمور فحسب، وإنما أيضا لأنهم المواطن العادي لا يهمه توكفيل، ولا يهمه ميلتون فريدمان في الاقتصاد، او مدرسه فرانكفورت في العلوم الاجتماعيه. لا يهمه هذا المواطن البسيط، وهو الذي يشكل السواد الاعظم من البشر عموما في هذا الكوكب البائس. ما يهمه ان يحصل على تعليم مناسب، ان يحصل على خدمه صحيه، ان يحصل على خدمات، أن يحصل على مسكن، أن يعيش في مستوى اجتماعي لائق يليق بكرامته وآدميته، وأن يشعر بالسعادة النسبية، أن يحقق السعادة النسبية بحسب كل بحسب ما أوتي من مقدرات. هذا هو هدف الإنسانية، وهذا يجب بالتالي، يجب وكما هو معلوم، يجب أن يكون هو هدف الحكومات في كل زمان ومكان: تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته واستقراره وأمنه. إذا كان هذا الهدف المنشود، فبالتالي علينا من ناحية براغماتية أن نتخذ كل الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إذا لم نستطع أن نحقق هذا الهدف، سواء على مستوى التنظير باصطناع أو باقتراح أنظمة سياسية مناسبة رشيقة مرنة تحقق هذا الهدف، ومن ضمنها وعلى رأسها بلا شك الديمقراطية المجتمعية بتنويعاتها باشكالها المختلفه. اذا وتطبيق وتحويل التقعيد النظري الى اجراءات، الى سياسات، الى ممارسات يوميه يشعر المواطن بشكل مباشر انه يستفيد منها. اذا لم نستطع الوصول الى هذا الهدف، وهذا طبعا يحدث عبر فتره ليست بالقليله وتدريجيا، وخاصه نحن في مجتمع متخلف بلا شك. واعني بالتخلف هنا النسبه الاميه المرتفعه، وبخلاف الاميه الالكترونيه وما الى ذلك.